ارحم نفسك، ارحم نفسك. لا الرسول عنده حديث جميل يقول لا يحل لمسلم أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذلها يا رسول الله؟ قال يكلفها من البلاء ما لا تطيق، يشيلها أكثر من نفس مما تستطيع. خف على نفسك شوي شوي وبتوصل. شوف بعض الناس لما يعني وهو أحيانا ملحد لا يؤمن لا ديني، إذا ضغطته الحياة ينظر إلى السماء. أنت قاعد تتعامل مع كريم، الله كريم. الله ما هو إنسان قاعد ينطرك على الزلة وعلى الغلطة وعلى وما راح يغفر لك. هو الذي خلقك وهو يعرف ضعفك ويعرف حاجتك. ربنا ده جميل وكريم وعظيم، ليس هناك أجمل منه ولا أكرم منه ولا أعظم عطاء منه. لو ذهبت إلى كريم من كرماء الدنيا وطلبت منه شيئا حتى وإن لم يعطوا السائل ما سأل فإنهم يعني يجبرون خاطره بشيء، وهذا كريم من كرماء الدنيا، فما ظنك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لأن هذا الإنسان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، له قيمة. ليش له قيمة؟ لأن ما خلق السماوات والأرض إلا له، ولا إله إلا الله التي في صدره تزن السماوات والأرض، ودمه حرمته أشد حرمة من الكعبة. هذا إنسان عظيم. فأنت لما تسوي شيء بسيط أنت في نظرك بسيط، هو بموازين الله سبحانه وتعالى مختلف تماما. إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحان الله، الحديث ده عجيب. ليس عليك إلا أن ترفع يديك، ليس عليك إلا أن ترفع يديك. يا عم ارفع إيدك، أقبل على عتبات رحمته وتمرغ بنقصك. قل له أنا ناقص، أنا جاي لك ضعيف، أنا برحمتك ما عندي شيء. أصلا كمال الإنسان في اعترافه بنقصه، من كماله، لأنه لو لم يعترف بنقصه لأصبح ناقصا، لأنه يضاهي الخالق هو الكامل. بس جماعته أهل الكمال ما يحبونها. أنا جاي بشغلي. منو شغلك؟ أنت شغلك كله لو حطينا نعمة البصر تروح خلاص تاخذه كله. فبس هدي اللعب زين وتعال عليه شوي شوي. قال الشاعر إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإحسان والكرم. أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدم. أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، والله لا تنزل فارغة أبدا، والله لا تنزل فارغة.